في هذا العدد خصصنا لكم روبورتاج على أعراس وحفلات زواج الأثرياء اللي عندها تفاصيلها وتنوعها وتكاليفها الباهظة، وترتبط بقوة بسوق الموضة والابتكارات الجديدة. في أغلب الأحيان يتحول الزفاف لتنافس بين الأثرياء حتى يضمنوا لأبنائهم حفل زفاف متميز. فحسب هؤلاء الأثرياء لازم العرس يحتوي على موضات وتقاليد يقعد يحكي عليها كبير وصغير، ويبقى الفقير ما يقدرش يلبي أبسط شروط الزواج. زميلي عبد الناصر قلال وزميلتي شاهينة الزيزوي حضروا عرس ألف ليلة وليلة اللي حنروح نشوفوها سويا في ولاية عنابة. ما تجيش تشوفي معايا روبورتاج؟ تريحي لا تريح لا. أعراس في أبهى الحلل وأبهر الأشكال تتنافس عليها العديد من العائلات الثرية بالجزائر من خلال حرصها على أن تكون حفلات زفاف هذه فاخرة إلى أقصى حد ممكن من خلال استعراض آخر تفاصيل الموضة وأرقى الأزياء. حفلات زفاف باذخة تسعى إلى البهرجة والإدهاش. العينة من ولاية عنابة، أين اختارت السيدة أميرة إحياء زفاف ابنتها على طريقة أعراس ألف ليلة وليلة. بتقاليد الأجداد تخرج العروس من بيت أهلها تحت عصمة وحماية جدها بفرقة العساوة. فضلت السيدة أميرة والتي تعتبر من العائلات البرجوازية بولاية عنابة نقل ابنتها العروس بالكاليش بدل السيارة، كون هذه الأخيرة موضة قديمة عند الأثرياء. الكاليش تعود لعصر الدايات وذلك رمزا للافتخار والتبهي. الافراح الجزائريه معروفه خصوصا في الشرق، لكن ما حضرتش الحصان، ما حضرش العود في الفرح. هنا ما نحسوش بانه موجود فرح، لانه ارتبطت وجود الاحصنه والبارود في افراحنا بالزواج. موكب العرس بالكاليش أثار الدهشة لكل سكان مدينة عنابة. كان في موكب العرس سيارات فخمة وفارهة. عند وصولنا مع العروس لقاعة الحفلات والتي تعد من أرقى وأفخر قاعات الحفلات في ولاية عنابة، وجدنا فرقة العساوة في انتظار العروس. عادات وتقاليد تاع ولايه عنابه، ويعني كاين بعض الولايات الاخرى المجاوره، ولكن احنا هذا طبع عنابي محض، يعني ما فيهش هذه، يعني حفاظا على التراث الوطني لا اكثر لا اقل. عندما دخلنا قاعة الحفلات لفت انتباهنا المجوهرات التي كانت النسوة ترتديها والتي تحسب بالملايين، بالإضافة إلى ألبستهن التقليدية المرصعة بالأحجار البرقة الباهظة الثمن على غرار قندورات الكوكتيل العنابي والتي تتجاوز قيمتها 20 مليون سنتيم. أفراح وأعراس بونا الجميلة بالموشحات الطويلة المستوحاة من التراث الشعبي والمدائح الدينية المرفوقة بإيقاعات البندير والزغاريد في أمسية تنشطها الفقيرات ممزوجة بإيقاع البندير والدف. وما يكونوش الفقيرات ما يسماش عرس. احنا ندخلوهم بالصالة عليك، والعروسة كي تجي بالصالة عليك، وكي نخرجوها بالصالة عليك، فهمتيني؟ وعندنا التعليلة تاعها هاكم حكمتوها انتوما، هذه التعليلة عنابي فري. أميرة أختنا الماشطة دارت لنا فرحة، دارت فرح اليوم، الله يبارك، صلت على النبي في أيام بكري، تصديرة وكلش كلش كلش، وفرحت بينا وكتر خيرك وخيرها. والعرس تاع النبي نبداو بالدخلة بسيدي عبد القادر وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ندخلوا لتصديرة العروسة نبداو بنتومي، الغنية تاعنا الثانية بنتومي، ومن بعد نبداو نزعبلوا، ومن بعد نصدروا العروسة
من العروسه نديو المديح، نمدحوا احباب الله وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن بكري تقاليد هكا العنام بالحرار والعنام بتاعنا هكا تاخذ خيراتنا. كانت العروس ترتدي في تلك الليلة أبهى القندورات المزينة بالفتلة والمجبود، مصحوبة ببعض اللواحق الأخرى منها التاج الذهبي ومختلف المجوهرات الأخرى. احنا كيما نجيبوا العروسه تاعنا درك وقت الحنه نجيبوها من الدار بالساس والريضه ودرك نحنيو لها، والفقيرات ربي يبارك تربخ. راكم تشوفوا الزهور تاعنا والشيخ ناصر غنيين عن التعريف، والحباب يحنيو لها، والفاميله تاع العريس يكومبخي الحباب. وعلى أنغام البندير والزغاريد تتقدم إحداهن وهي تحمل صينية بها صحن الحنة محيطة بالشموع وكذا القفازات الزرقاء الناصعة لتباشر في وضع الحنة في يد العروس وتغطيها بالقطن. لتنطلق من جديد أهازيج وأغاني الفقيرات مصحوبة بالزغاريد والرشقة، ويتخلل القعدة التبراح على العروس، ثم تقدم إليها الهدايا الثمينة. يا بابا علي حملي يا بني بالحسن مانيش راضي. هذه محزمه تاع باباها حنت عليها طوال، هذه باغيغ تاع امها كادو، ربي يخلي لها امها وباباها ان شاء الله. خلخال من عند اميره الماشطه اختها، ربي يخليك ليها ان شاء الله. عبد الرزاق تاج بالدولاره وفريق ان شاء الله. بو ربعه من عند اسيا اختها، باغيغ من عند شيراز، في اختها دباك، وهذا مقياس بو 10 حنات عليه بالعمر ان شاء الله. وهذه حنات على بوغمات، هذا كادو تاع الحاج ناصر. كل قدير وقدره، ايوه، واحد على مقياس، واحد على سلسله، واحد على محزمه، كل قدير وقدره، كل واحد والامكانيه تاعو. أهم ما يميز قعدة الفقيرات هو تعطير القاعة بالبخور والعنبر، وكذا إحضار الكانون من الفحم. هذه العادات متأصلة في مثل هذه الأعراس، ولا تكتمل صورة هذا الطابع الغنائي إلا بعروض التهوال. التهوال عبارة عن حركة ورقصات خفيفة تتماشى مع إيقاعات البندير تقوم بها بعض النسوة. يا شادري يا بالحسن يا شادري يا بالحسن يا شادري. هذه اللفة تاع القرطاس الشوشنة دي، هذه الشوشنة كما راكم تشوفوا واش نلبسوا حنا الحلي يعني هذه واش اسمها واش تسمى هذه القندوره كما راكم تشوفوا. القندوره دي باسي 20 مليون. العرس يسقى منا فرانشمون. بكري كانوا يقولوا نديروا العرس تاع راجل يسقم اكثر، يعني نهضر لكم يعني بمنتهى الصراحه درك العرس والله تاع المراه عاد يسقم اكثر على عرس الراجل. وعلاه؟ لانها تكري الصاله بالقليل 20 مليون، تجيب الفقيرات بالقليل تحط لهم، يعني تجيب الفقيرات سا ديبون بقداه، كاين اللي يجيهم كادو، كاين اللي تجيهم ب5 ملايين 7 ملايين، سون كونتي هذيك الرشقه لازم ترشق ولازم دير الواجب. كي نديروا الحساب حنا تاع لي بيجو واش تشري لها، يعني هو بالقليل كرافاش يدير بالقليل يدير 90 مليون، هذا يعني بالقليل سون كونتي المقياس. بون نقولوا المقياس يجيبوه دار الراجل، مي حنا بابانا ربي يبارك فيه وربي يطول له في عمر بابانا دار لها الشيء اللازم من كل شيء. راجل العروس يدخل تحت يدي. عندنا حنايا في القبائل هكذا العاده، وانا معني العاده هذه في القبائل نتاع جد، لكن انا ما نسيتهاش ولا ما عشتش في القبائل. معناه يحب يقول باش تبقوا محبه بينك ونسيبك، وحجاب الستر كان هو حجاب الستر هذا بينك بينه، تبقوا مستورين ما تبقوش
ما تبقاش انت هو بنتك ولا انت وياه الفاميله ولا هو كيف انت صافي. يعني هذا حاجه بالستر من العادات. نعم. وكاين اللي راه مازالوا يديروها، وكاين اللي كيجوا هكذاك في الباب يضربوهم بالماء، وكاين اللي يدير التمر والحلوى والسكر وكذا ويطيش. كاين اللي يطيش وراها، كاين اللي يطيش، بس كل واحد والتقاليد نتاعو. كيما يعطيك ربي توله شويه لروحك والعائله نتاعك. صافي دروك احنا ما درناش الشيء هذا اللي درناه، احنا ما دروش لنا، ما كناش بكري. كانت بكري طبلوا بندير وروحوا قصبه. بصح اليوم راهي صاله، الله يبارك، صاله واحده ل 20 ولا 25. انا راهي بنتي متكلفه على كل حال. أفخر الحلويات التقليدية أخذت مكانتها بالطاولات، المقروط، البقلاوة وحلويات أخرى مصنوعة من أفخر أنواع اللوز والجوز والفول السوداني. هذه الحلويات تحمل شعار النكهة والمذاق المتميز، ناهيك عن سلطة الفواكه الرويال وأشهى الأطباق الفاخرة من إعداد أكبر شيف على مستوى ولاية عنابة. اليوم الفرح تاع اختنا اميره. انا مع لي بريباراسيون تاع الماكله. عملت حاجه تراديسيونال. انا في جاري دجاج محمر صوتي، وعملنا شخشوخه وشبح السفره مخلطه مع تاج السفره، وانا في انسالاد دو فروي مع خبز كوشه، وعملنا حميص تاعنا وحميص تاع البيدنجان وبوراك. كما اليوم هما عاملين تراديسيونال، فهمتي كيفاش هما ولاد بلاد اليوم، فهمتي كيفاش يتفرقوا. حنا كي اليوم هنا ولاد بلاد يعملوا شربه بفريك، يعملوا شخشوخه، فهمتي، يعملوا شبح الصفرة، يعملوا مشيمشه تاع ولاد بلاد. الله عليكم. بعد الإطلالة الساحرة بالفستان الأبيض تأتي اللحظة التي ينتظرها الجميع، لحظة تقسيم قالب الحلوى الأبيض الفاخر، وتلك قصة أخرى.